الخشوع في الصلاة. سئل الإمام حاتم الأصم رحمه الله تعالى: كيف أنت إذا دخلت الصلاة يا حاتم؟ فقال رضي الله عنه: إذا دخلت الصلاة أقوم وأكبر للصلاة، وأتخيل الكعبة أمام عيني، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل صلاتي، والله مطلع علي، وأظنها آخر صلاة، فأكبر الله بتعظيم، وأقرأ بتدبر، وأركع بخضوع، وأسجد بخشوع، وأجعل صلاتي الخوف من الله والرجاء لرحمته، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.